السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم أهلي وأخواتي متابعي قناة تركيا 2024 عبر اليوتيوب وعبر التيك توك وعبر الفيسبوك أيضا. من الواضح بأنه اليوم الأخبار المتصدرة مواقع التواصل التركية والعربية هي شجارات بين الجيران بسبب الضوضاء، وشجار عنيف بين سوريين في ولاية غازي عنتاب. فما هي التفاصيل؟ خليكم معنا. اندلع شجار عنيف بين مجموعة من السوريين في حي يونالدة بمدينة غازي عنتاب التركية، أسفر عن وقوع إصابات، وبحسب ما أفادت به مصادر محلية فإن الشجار وقع بين 15 إلى 20 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و 45 عاما في منطقة تجارية في الحي، واستخدم المشاركون في الشجار أسلحة بيضاء وأدوات حديدية، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح بالغة. ووفقا لرواية بعض أصحاب المحال التجارية في الحي لمواقع أخبارية تركية منها موقع تلغراف، فإن الشجارات بين السوريين أصبحت أمرا روتينيا في المنطقة، مشيرين إلى أن المسؤولين المحليين لا يهتمون بأمرهم. وقال أحد أصحاب المحال أيضا: نحن لا نشعر في الأمان بهذه المنطقة، فكل يوم نتعرض لمضايقات من السوريين بحسب ما جاء على الموقع. نحن نطالب المسؤولين بتشديد الرقابة على هذه المنطقة ومنع وقوع مثل هذه الشجارات فيها. وأضاف صاحب محل آخر: نحن نعاني من هذه المشكلة منذ سنوات، ولكن المسؤولين لا يكترثون لنا. نحن نطالب بحل سريع لهذه المشكلة. مصدر هذا الخبر موقع تلغراف. إخواني الأكارم، فيكم تشاهدوا الفيديو بنهاية هذا الخبر. ننتقل للخبر الثاني، والخبر الثاني هو شجار بين الجيران بالسكاكين والمفكات، وذلك بسبب الضوضاء. خليكم معنا لنشوف تفاصيل. نشب شجار عنيف بين جيران اندلع بينهما نتيجة الضوضاء المستمرة، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بالأسلحة البيضاء في ولاية دوزجة. ووفقا للتفاصيل فإن هذه الحادثة وقعت في منطقة شهير قلب بحي شهيد مراد دمير، حيث قرر أحد الأشخاص الذي يعرف باسم المصاب ألف باء تحذير الأسرة المجاورة بسبب الإزعاج المستمر من إثارة الضوضاء. وفي تطورات الحادثة تحول الجدال الكلامي إلى اشتباك جسدي، حيث أصيب ألف باء بسكين، فيما أصاب 2 من الجيران بمفك البراغي. من جهتها تدخلت السلطات المحلية وقوات الشرطة بسرعة للتحكم في الوضع وإيقاف التصاعد الخطير للنزاع، وبعد وصول فرق الإسعاف تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وبعد استقرار الوضع الصحي للمصابين تم احتجاز المشتبه به الذي استخدم السكين لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. الله يسعد أوقاتكم أخواتي ويحميكم جميع. انتبهوا لأنه الضجيج بسبب مشاكل. كانت هي أبرز الأخبار للآن. انتظروني بالفيديوهات القادمة. الأخوة اللي مو مشتركين بالقناة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لتوصلكم جميع الفيديوهات وتكبر عائلتنا بوجودكم. تحياتي واحترامي لكم، وبترككم الآن بأمان الله. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı mahallesinde bir iş yerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.